بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا من مواضيع البرمجة ولغات البرمجة. هنتكلم عن سويفت، بس في البداية حابب أبدأ بقصة صغيرة. حابب أبدأ كلامي إن إحنا طول عمرنا بنسمع إن تطبيقات على الموبايل الآيفون أكتر سلاسة وثبات من الأندرويد. وحقيقي أنت لما اشتريت الموبايل ربنا كرمك، ربنا يزيدك، اللي حسيت بكده حبيت تزود التجربة وتدخل عالم أبل المغلق، الإيكو سيستم، الآي ماك والماك بوك والتابلت وأبل واتش. لقيت إن الدنيا متناغمة وجميلة وعالم مقفول المصدر، والدنيا مقفولة على بعضها وقمة في السلاسة والروعة. حابب أفاجئك إن البرامج اللي شغالة على حاجة من دولت مبنية على لغة برمجة مفتوحة المصدر. حابب أعرفك عن لغة برمجة معرفش ممكن سمعت عنها قبل كده ولا لأ، وهي سويفت. اهلا بكم، معاكم محمد الجوهري. النهارده هنتكلم عن سويفت من كذا منظور. يلا بينا نبدا. الاوت لاين هنمشي بيها في البرزنتيشن هم 5 حاجات: هيستوري، ليه بنستخدم سويفت او ليه استخدم سويفت، وازاي ابقى سويفت ديفلوبر، وازاي ابرمج بسويفت، وبعض الحاجات اللي سويفت بتعملها غير الاي او اس. نبدا باول حاجه. في التاريخ ابل كانت شغاله طول عمرها بالاوبجكتيف سي في البرامج بتاعتها. في 2010 كلفت الراجل ده ان هي تعمل لغه برمجه جديده تبرمج بيها موبايلاتها، او بالتحديد الابلكيشن على موبايلاتها. في 2014 صدرت سويفت مع ظهور اي او اس 8. في 2015 طرحت ابل سويفت مفتوحه المصدر، والمطورين عملوا لها كوميونتي تقدر تخش على الموقع الرسمي بتاع سويفت وتشارك في الكوميونتي ده. طيب ليه استخدم سويفت؟ اولا اي حاجه انت بتعرفها لازم تعرف معناها ايه. سويفت معناها ان انت بتعمل حاجه بسرعه، فده يديك حق ان انت معاك حاجه قيمه، وهي فعلا كده كويسه. الكود بتاعها كان كلين وتقدر تفهمه. عندها اوتوماتيك ميموري مانجمنت، مش زي حاجه بالسي فانت اللي بتعدل على الميموري وانت اللي بتاكسس وانت بتعمل كل حاجه. لا، هي عندها الموضوع ده اوتوماتيك. بتدعم الاو بي والفانكشنال بروجرامنج. عندها قابليه لو انت عندك حاجه من اجهزه ابل زي الماك بوك او التابلت بتاعهم، تقدر تنزل اكس كود وتقدر تعمل كومبايل للكود بتاعك بسويفت عليهم. فالموضوع ايزي في التعلم. طيب لو حبيت ابقى اي او اس ديفلوبر او سوفت ديفلوبر، حسب انت عايز تبقى ايه. اول حاجه طبيعي تتعلم سويفت، وباقي الرود ماب الصغيره دي هتلاقيني حاطها لك في الديسكربشن تحت. طيب عشان ابرمج مع سويفت لازم زي اي لغه برمجه اعرف الحاجات اللي هي البيزكس. هنتكلم عن الفاريبلز والداتا تايب والستيتمنت والفانكشن. كل دولت لهم سينتاكس بيحكمهم. طيب هنبدا بالفاريبل. هنعرف الفاريبل تعريفه ان مكان في الميموري انا سميته واديته سايز على حسب الحاجه اللي انا احطها له فيه. طب في سويفت الفاريبل نوعين: كونستانت وفاريبل. كونستانت يبقى انا ما اقدرش اعدل فيه في خلال الكود. فاريبل سويفت بقدر اعدل فيه بعد كده طول ما انا شغال في الكود. بنستخدم في الحاجتين كي وورد ليت وفار. طيب الداتا تايب، انا قلت لك من شويه ان انا في الفاريبل بحط داتا في مكان في الميموري، والمكان ده بيكبر او يصغر حسب نوع الداتا. هي دي بقى نوع الداتا. نوع الداتا لما بيختلف باختلاف الحاجات اللي ينفع اعملها عليه. تمام. طيب الداتا دي ممكن تكون عامله ازاي؟ ممكن تكون نمبر، ممكن تكون سترينج، ممكن تكون بوليان. الكاستم داتا انا ممكن اعمل داتا تايب خاص بيا بتاعي انا، بياخد مكان انا اللي محدده عن طريق كلاسز او الستراكت. عندي الكوليكشن تايبس، يبقى انا ممكن اللي فوق ده احطهم في كوليكشن، وده احجز له مكان اكبر في الميموري وهو زي الاري او التوبلز. طيب انا عايز اعرف اي نوع داتا تايب موجود في البرنامج بتاعي. بستخدم فانكشن اسمها تايب اوف وبعت لها الفاريبل بتاعي. طيب دي الداتا تايبس بتاعتي.
التشار، السترنج، البوليان، الانتجر، الدبل، الانوم، الاري، الست. في ملحوظه بس، ان انت ممكن وانت بتعمل الفاريبل بتاعك ممكن تحدد في البدايه نوع الفاريبل. لو انت شغال على برنامج يتطلب هذا، ممكن تكتب كولن وتكتب نوع الفاريبل اللي انت حابب تحطه، زي ما انا عامل في السترنج والتشار. لو انا سبتها من غير تحديد يعني، الاقي ان الليتر ده بقلب سترنج حتى وانا حاطط له حرف واحد، فانا بحجمه بعد الكولون، وهكذا. البوليان طبعا زي لو ترو فولس، وهكذا. طيب دي الاستراكت ودي الكلاس. الستيتمنت عندي 3 انواع من الستيتمنت: سمبل ستيتمنت، كومبايل ستيتمنت، كنترول فلو ستيتمنت. في السمبل ستيتمنت احنا تعرضنا لها، ان انت بتعمل ديكلاريشن، بتعمل عمليه حسابيه، بتخزنها، بتطبع الكلام ده سمبل ستيتمنت. في الكنترول فلو ستيتمنت اللوبس والكونديشنال ستيتمنت. بالنسبه للكومبايل كنترول مش هدفنا نعرفه في هذا السياق، لاننا بندور على حاجه شغالين بيها يعني كبروجرامينج في المقام الاول. دي حاجه خاصه بالكومبايلر، لاحقا ممكن نتكلم عنها. طيب طبعا احنا اتكلمنا على السيمبل، ان انت بتعمل حاجه بسيطه شبه كده، ان انا بجمع وبطبعه. طيب الستيتمنت اللي هي الكنترول فلو، زي الفور والاف والسويتش والوايل والريبيت وايل. طيب انا لو حبيت اشوفهم، الاف كونديشنال زي اي لغه برمجه عادي. السويتش عندي كيسز معينه، ما حصلتش بوصل لحد الديفولت. الريبيت وايل زي الدو وايل، بعمل اكسكيوشن لستيتمنت معينه، وبعد كده بتشيك الكونديشن شغال ولا لا. في الوايل بشوف الكونديشن بتاعي الاول، بعد كده بعمل اكسكيوشن. في الفور لوب بعمل ايتريشن لحد رينج معين، او الدنيا انا عايزها عامله ازاي. دي الكنترول فلو ستيتمنت. الفانكشن باختصار، انت عندك حاجه في الكود عايز تعمل سبيسيفيك تاسك، عايز تعمل فانكشن، تعمل اد كل مره بتستدعي الفانكشن عشان تعمل اد. فدي مهمه محدده. عشان تعمل فانكشن في سويفت بتعمل كي وورد اسمها اف يو ان سي، هي فانك. نيجي دلوقتي للفانكشن. الفانكشن هي بلوك زي ما قلت بنستخدمه. فانت ممكن تعمل فانكشن على كده تستدعيها تحت. في حاجه تانية اسمها الكلوجر او انت شغال في اللاينز بتكتب بلوك بيعمل عمليه محدده هو زي الفانكشن، ولكن انت شغال في الكود معاك ورا بعضه، وحاجه كده موجوده شبهها في الجافا سكريبت. طيب ايه الحاجات اللي بتقدمها سويفت او بتدخل فيها سويفت غير الاي او اس؟ لقيتها شغاله في الكلاود، وممكن تعمل بيها باكجز، وشغاله في الاي اي والماشين ليرنينج، ليها لايبريز خاصه فيها. والحاجه اللي هي تفاجأت فيها لما شفت الموضوع لأول مرة، إن هي ممكن تدخل في مايكروسوفت ويندوز ابلكيشن. طيب السؤال هنا ليك: جاهز تكون جزء من سويفت كوميونتي؟ لو جاهز يبقى انت كسبت. كسبت ان انت بقيت حاجة خاصة بابل بتعملها، بتشارك في استقرار النظام، في استقرار التطبيقات، في استقرار كل حاجة الدنيا شغالة فيها. فانت ربحان يعني. كده احنا اتكلمنا عن الهيستوري بتاعنا، واتكلمنا ليه ممكن استخدم سويفت، اتكلمنا عن البروجرامينج مع سويفت، اتكلمنا برضو على الابلكيشن. كده اتكلمنا عن كل حاجه في سويفت من البدايه لحد ما قبل الاو بي. شكرا جدا ان انتوا سمعتوا الفيديو لحد هنا. ولو حابين اتكلم عن حاجات اكتر بعد كده اكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله الفتره القادمه اعمل عنها فيديوهات. وسلام عليكم.